السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم في احسن الاحوال يا ربي. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد الكيكه البنات اللي داير ضجه في تيك توك. صراحه كيجي خطير جدا بجوج ديال الطبقات او بحشوه ديال الجبن والفرامبواز، ومن الفوق انا زدت عليه هاد الطبقه هذه فقط كتبقى اختياريه، لكن البنات تيجي خطير جدا. كنتمنى ان شاء الله انكم تجربوه، وغادي نشاركوا معكم بطريقه جد سهله. هنا في اناء غادي ندير 3 ديال الحبات ديال البيض، ضفت عليهم قشره ديال الحامض، ممكن تعوضوا بقشره ديال الليمون او الفاني، زدت عليهم واحد القبيصه ديال الملحه وكاس ديال السكر، وغادي نخلطهم مزيان يعني حتى يعني كنخدموا البيض مع السكر يعني حتى كيتغير اللون ديالو. كيف ما كتشوفوا يعني كيصبح اللون ديالو مائل الابيض. غادي نضيف ليه علبه ديال الياغورت، اي ياغورت نتوما تفضلوا، ممكن تضيفوا غير طبيعي يعني بدون سكر. انا ضفت ديال الفاني، زدت عليهم 2 معالق ديال عصير ديال الحامض باش الكيك ديالنا كيجي خفيف وتيجي مفشفش في نفس الوقت. صافي غادي نخلطهم اولا غادي نخدمهم مزيان كيف ما كتشوفوا معايا، اما كتخدموا بالباطور اولا كتجمعوا الكل في الخلاط ديال الكاس ديال الخلاط. صافي وغادي زدت الزيت كيف ما شفتوا معايا، كاس لاروب ديال الزيت. بالنسبه للمقادير البنات غادي نوضعهم لكم كلهم في صندوق الوصف يعني بالعبار بالقياسات. ضفت الدقيق، تقريبا ضفت 255 غرام ديال الدقيق. القوام ديال الكيكه البنات مخصوص يجينا ثقيل بزاف، يعني يجي شيئا ما خفيفه على الكيك العادي اللي كنحضروا. هنا غادي نزيد 2 اكياس ديال الخميره، كل كيس فيه 8 غرام. صافي غادي نخلطهم مزيان، وغادي ندخل ديك الخميره في الخليط ديال الكيك، وغادي نجيب المول اللي غادي نفرغ فيه هذا الخليط هذا ديال الكيك. صافي هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه. بالنسبه لي انا البنات يعني وجدتها اولا حضرتها في هذا المول هذا اللي تتكون فيه واحد الحفيره من الوسط. بالنسبه لهذا الكيك يعني في العاده كيدار غير في مول عادي، يعني اي مول كتبغيو، سواء مول طويل او لا مربع او دائري، يعني ما تكونش فيه هكايا حفيره من الداخل. انا كاضافه يعني عجبني في هذا المول هذا، يعني شاركت يعني ولا قبل صيبتها في مول عادي، وقلت علاش لا دابا غادي نحضرها في هذا المول هذا بشكل اخر. صافي هنايا دهنته بالزبده ورشيته بالدقيق، وداك البقايا ديال الدقيق، داك الفائض تاع الدقيق اللي كيبقى كنسوس المول مزيان، يعني ما يبقاش لي الدقيق هكا كثير في المول من التحت. وغادي نفرغ هذاك الخليط ديال الكيك. في هذه الاثناء كنكون مشعله على الفران سخون، العافيه اكيد كتكون مهيله. في غادي نخلي هكا المول ديالي على جنب، وغادي ندوز نحضر معكم الكريمه اللي غادي اولا كريمه الجبن اللي غادي تجينا من الداخل ديال الكيك ديالنا. يعني ملي غادي نجيو نقطعوا الكيكه البنات غادي تلقاو من الداخل ديالو واحد الطبقه ديال الكريمه، كتجي خطيره بزاف بزاف هاد الكريمه هذه، وان شاء الله غادي تجربوها، غادي تعجبكم بزاف وغادي تعتمدوها. هنايا غادي نستعمل هاد الجبن تشيزي اللي كتشوفوا معايا، ممكن ديروا اي جبن كان متوفر عندكم او تتفضلوا. المهم انا هذا استعملت هاد النوعيه هذه ديال الجبن، تقريبا درت واحد 2 معالق كبار حتى 3. كندير السكر بالنسبه للحلاوه تتبقى حسب الذوق، ما بين 2 معالق حتى 3 ديال المعالق. الا بغيتو تبان لكم ديك الملوحه ديال الجبن غادي تنقصوا من الكميه ديال السكر. صافي زدت نصف علبه ديال الياغورت الطبيعي، وزدت صفار بيضه. هادو هما المكونات اولا المقادير ديال الكريمه. غادي نخلطهم مزيان يعني حتى ما كيبقاوش لي دوك الكتل ديال الجبن كيبانوا، وغادي نفرغهم من الفوق الوجه ديال الكيك. كيف ما قلت لكم هاد الطبقه ديال الكريمه راه غتنزل وغتجينا من الداخل ديال الكيك. الا حضرتوها هكا في يعني في مول عادي فراه كتبقى واحد شويه باينه يعني من الوجه، فقط يعني كتزينوها هكا بالسكر الثقيل وكتقدبوها. اذا ما حضرتوش في مول كيف ما هذا، كيف ما قلت لكم انا سبق لي حضرتها في مول عادي، صراحه حتى هي كتجي زوينه بزاف. صافي هنا غادي نزيد قطع ديال الفرامبواز، اما هذا الاحمر او الازرق اللي كان متوفر عندكم، بجوج او حتى بجوج كيجيو زوينين. هكا كندير واحد الكميه ديال الفرامبواز، وغادي نجيب هكا اما سكين او ملعقه، وغادي نحاول انني نخلط هذا المزج ما بين الكريمه والفرامبواز مع الخليط ديال الكيك هكا باش تجيني كطبقه من الداخل. كتجي صراحه زوينه بزاف، كيجي واحد المذاق خطير ديال هاد الكيكه البنات. هي كتكال في نهارها يعني ما غاديش يخليوها. صافي هنا دخلتها للفران،
كيف ما قلت لكم على عافيه مهيله حتى كطيب لينا الكيك عادي كيف ما كنطيبوا دائما الكيك ديالنا حتى كيتحمر وكنخرجوا. هنا بالنسبه للكريمه اللي غادي نزيد انايا، درت نصف لتر من الحليب، درت 2 معالق ديال الكريم باتيسير، ودرت السكر كيف ما قلت لكم كتبقى الحلاوه حسب الذوق. انا درت 3 ديال المعالق كبار، ودرت 4 ديال المعالق ديال عصير الحامض، يعني بغيت الكريمه تجيني بالطيبه ديال الحموضه. 4 المعالق تقريبا راه ربع كاس ديال عصير الحامض، ما يعادل نصف حبه تقريبا ديال الحامض، يعني اللي ديك نصف حبه اللي داكشي اللي غتخرج لكم هو اللي غتضيفوه. صافي خلطتهم مزيان فوق النار، ما كنوقفش على التحريك ديالهم باش هكا ما كتلتصقش ليا الكريمه وكتحرق. النار اللي كتكون مهيله كنبقى نحرك تقريبا واحد 4 ديال الدقائق هكا حتى كطيب لينا ديك الكريمه مزيان. كنضيف واحد الملعقه صغيره ديال الزبده باش تجينا ديك الكريمه كريميه وما كتجيش هكايا كريمه اللي ناشفه او ثقيله. صافي غادي نزولها من فوق النار مباشره بعد ما غادي نخرج الكيك ديالي من الفرن. هانتوما شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي الشكل ديالو. هذا هو الشكل ديال الكيك البنات، يعني كتجي واحد كيبان فيها ديك الكريمه من الفوق. اذا كيف ما قلت لكم الا وضعتوها في مول عادي فقط يعني كترشوا عليها غير السكر سكر وكتقدموها. انا هنايا كيف ما شفتوا معايا عندي هاد الحفيره هذه في الوسط، كتجي واحد الكيكه رطبه البنات وكتجي خطيره بزاف بزاف. غادي نجيب الكريمه ديالي بعد ما طابت مباشره وهي باقا سخونه، غادي نفرغها من في ديك الحفيره ديال الكيكه كيف ما كتشوفوا معايا هكا باش نعمرها، وغادي نخليها حتى كتبرد تماما. كنزينوها حسب المتوفر، ممكن غير بقطع ديال الحامض او لا انا زينتها هنا غير بالفرامبواز بما انني درتو فيها من الداخل، فبقى لي واحد شويه هكا زينت به من الفوق. كنت درت حتى قطع ديال الحامض ورجعت حيدتهم، ما عرفتش يمكن ما عجبونيش في الشكل ديالهم لان غادي تشوفوهم في الصوره، ورجعت حيدتهم وخليت هكا غير الفرامبواز وكلمسه اخيره رشيت عليهم شويه ديال السكر الثقيل. صافي كنخليها حتى كتبرد مزيان، ضروري البنات تخليوها تبرد تقريبا واحد ساعه ولا ساعتين ديال المكانه. وعاد كتقدموها بالصحه والراحه. انا هنا راه للامانه باقا شيئا مسخونه، يعني ما خليتهاش حتى بردات ليا مزيان، يعني خليتها غير واحد نص ساعه وقلت هكا باش نسالي الفيديو نصورها باش تشوفوا معايا الشكل ديالها من الداخل. ضروري البنات انا كنخدم معكم كنوريكم دائما النتيجه كيفاش كتجي في الاخير. هذا هو الشكل ديالها، كتجي بجوج ديال الطبقات، كتجي كيكه اللي رائعه جدا منعشه وواحد المذاق خطير فيها البنات، كتجي لذيذه بزاف. طيبه الملوحه ديال الجبن مع الحلاوه مع الحامض، واحد المزيج اللي خطير جدا. هاد الكيكه هذه الا جربتوها كونوا اكيدين غادي تعتمدوها، خصوصا في هاد الصيف هذا مع هكا كويس ديال العصير، كتجي منعشه كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى ان شاء الله نطرق الاعجاب ديالكم. طريقه حاولت نبسطها لكم، يعني سهله سريعه اقتصاديه في نفس الوقت، يعني ماشي بشي مكونات اللي مكلفين. كنتمنى ان شاء الله نطرق الاعجاب ديالكم، كنقول لكم بالصحه والراحه. وإلا عجبكم الفيديو كما العاده ما تبخلوش عليا بواحد لي لايك واحد البصيمه ديالكم، تبارطاجيو مع الاهل والاصدقاء اللي تعم الفائده. كنقول لكم بالصحه والراحه والى فيديو اخر باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.